طبعا الجهاز هي يعني يصور جميع المخالفات، مو بس مخالفات السرعه، حتى الهاتف ممكن احنا نصور واحد يستعمل الهاتف. وانتوا ورا السيارة؟ اي نعم. تجاوز الخواطي نقدر نصوره، انحراف مفاجئ نقدر نصوره، الوقوف على الرصيف نقدر نصوره، كل المخالفات. بس احنا مركزين وهذا الجهاز وضع خصيص لمخالفات السرعه اللي احنا مركزين عليها الحين حاليا من كل الدوريات. انا براوش مقطع صورنا بنفسي انا شلون ضبطت سياره في الشارع كان عنده سرعه 171. عقب ما وقفنا تاكدوا ان السياره كانت الاطارات مال السياره حتى نقشه ما فيها. اوه. يعني هاي لو كان تجي على التاير خلاص انتهى هو اللي وياه 4 كان بالسياره وكلهم شباب. ليش السرعه تروح التاير؟ لا، لما انا اسرع بسرعه عاليه التاير له تحمل قوه احتمال معينه. لما ما يكون في قوه وانا امشي عليه سرعه وانفجر خلاص انا انتهي. انت ما بينك وبين الشارع الا الاطار، فلازم انا افكر في هالشيء واسوي استمراريه جان حق الاطارات حق السياره. والله اول شيء شلون صدنا هاي الجيم. لاحظ الشاشه، شوف يا الحين مش نصاح. انا كنت واقف طبعا عند جنب الشارع، اللي وياي السياره قال لي لاحظ بي ام جاي مسرع ركز نزلوا عليه، توجهني نزلوا عليه، طالع ركز نزلوا على الشارع. الحين بطوف لما يطوف شوف ثاني كم تطلع عندنا، ركز على السرعه. شوف الحين بطوف البي ام ها، ركز على السرعه عقب ما يمر شوف سرعتك انا عقب ما يمر بس شوي. لاحظي الحين بمر نزل صاروخ ها، شوف الحين بمر طالع مركز كم من هنا شيء؟ طبعا من همنا وراه صورنا بكل وضوح. كيف رجعنا خارج الشارع ما كان بيوقف زار سرعة تبعه، لكن وراه شوف المشي كان يوصل 180 وراه. شوفي احنا وراه بنوقفه وراضي يوقف كان، بس عقب ما شاف ما في محال دوريه ظهره. فشوفي اجبرناه على الوقوف براوش عقب ما وقف شلون؟ صراحة ما وقفنا. بس بالهاي على اي شارع؟ هذا عيسى بن سلمان. مو بالهاي واي؟ الهاي واي الهاي واي يعني لان اذا فاضي الواحد يدوس البترول. صراحه يا الشارع الان 160 يطوفون زين على الهاي واي مسموح لك تطوف ال 170. لحظه لان لحظه شوفي طبعا هذا اثناء ما مر علينا كم كانت سرعته اثناء ما مر علينا. لا تقول الرقم ما بيوضح عندنا كلش كلير الرقم، يعني شوفي الرقم ماله اثناء ما مر البرنت بس زر واحد يطلع عندنا طبعا في صورة السيارة. شوفوا ضبط الشغلة، لا تفكرين انه هاي وين بسرع، فكري في شغلة واحدة. الناس انا صاد دماغهم رغم انها دورية وكانوا مطشين حق حوادث باليوم بسرعة السيارة هاي بدون موقف. انا صاد بنفسي ضربت السيارة وما جهة اليمين، لولا ان السيارة يعني جيدة وسيارة مالها جدا على طول انا من شفت الضربة على طول هديت البترول هديت البريك ما استعملت لازم اي شيء. يسوون كذي يعني؟ خليت اذا بسرعة انا بدي اتعلم وقفت برا الشارع بس وقف سمعت صوت الهواء يطلع من التاير. تاير جديد قيمة 50 هاي فيديوتي من قبل الحصر ما بالي شلون تاير رايح. وانت هديت وانا بسرعة هاي لا ما هدت سكان هدت بترول بس لان لو استعملت بترول او بريك يمكن السرعة تجي عكسي. فلازم انا شوي اخلي السرعه براحت وفي سرعه. ايش بضر لان طقينا البريك عشان طق بريك في بعض الاحيان تفقد السرعه على الكنترول مال الستيرنج تضرب في الحاجز الحديدي يجيك لورك يكسرك. انا كل يوم انا عندي تاير منكسر خلي السيارة بروحها مندفعة احسن من بل احيانا بعد تنقلب السيارة او احيانا يطلع التاير بس على